السلام عليكم أخوتي، نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. الحمد لله الوداد البارح ربحات، تأهلت ضد فريق يعني كيعتبر أحسن فريق في الأفريق حاليًا. يعني صن داونز كان كيستحق حتى هو يتأهل، ولكن الحمد لله العزيمة ديال رجال الوداد والقتالية ديالهم خلّت الفريق أنه يتأهل المباراة الثانية على النهائي الثاني على التوالي. يعني بزاف د الرجال اللي كانوا البارح يعني تألقوا، ولكن بالتأكيد خصنا نشكروا بزاف يوسف موطيع اللي الصراحة الحارس من الاعتزال، يعني قصته دارت من الاعتزال ودابا كيخلي الوداد في النهائي، يعني شيء رائع. الأهداف اللي جبدها والأهداف المحققة يعني خلّت الفريق أنه يبقى في الماتش. وحتى أنه كيفاش أهّل الفريق ضد سيمبا هو بسبب أنه أصلًا وصل الفريق لنصف النهائي. يعني الحمد لله، تحية زعما كاع اللعابة، وخصوصًا يوسف موطيع اللي قدّم مباراة جد رائعة، تصديات خيالية، يعني دار واحد الريفليكسيو يعني في التصديات في جميع الأمور، يعني شابو ليه. وحتى هي كما قلت في البداية أنه قصته دارت حيت كان غادي يعتزل، ومنها رجع إنه يلعب الكورة، ومنها جاتو الفرصة أنه بإصابة تاكناوتي استغلّها، والحمد لله كيقدّم مستويات رائعة. كيخلّي الجميع أنه حاليًا كيقول أنه كيستحق يتواجد مع المنتخب الوطني إن شاء الله في قادم المواعيد، وفي الغالب أنه السي وليد الركراكي هو اللي غادي يعيّط عليه كحارس تالت. حيت فريمون داك الشي اللي كيدير، داك الشي الخدمة اللي دار على راسو، يستاهل أنه يكون زعما غيكون مع المنتخب. برافو الرجال، إن شاء الله نفوزوا في اللقب، هذا هو الأهم. وإن شاء الله خص على جميع اللاعبين خصوصًا يعني حتى يوسف موطيع أنه استمرارية في العمل والتطور وتحسين السلبيات، ولِمَ لا إن شاء الله يكمّل في هذا المستوى، حيت الحارس مازال عنده صحيح يمكن 22 عام، ولكن مازال عنده فين يكمّل في الميدان، وتبارك الله عليه. وتحياتي لكم الخوت، شكرًا.